السلام عليكم. وحنا فرحانين اليوم نكونوا حاضرين مع هاد الزملاء ومع هاد يعني كنقول انه الاسماء الكبيره على مستوى الاعلام الرياضي. كنقول انه اليوم ماشي يعني تكريم اكثر ما هو انه يعني اعتراف بالعطاءات ديال الزملاء الاعلاميين. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، خصوصا اللي مازال باقيين معنا والشباب الان اللي حان للمشعل. فاليوم حنا فرحانين بنكونوا مع الفيدراليه ديال الصحفيين وكذلك مع الزملاء على مستوى يعني الاعلام الوطني اللي خدا بواحد الخطوه كبيره وما كنتابعوه اليوم، خصوصا على المستوى يعني تابعنا كره القدم والوصول للدور نصف النهائي والتغطيه الاعلاميه اللي كانت كبيره ديال الزملاء الاعلاميين على المستوى الوطني وكذلك منظمه كره القدم الوطني. فهذا كيخلي حتى الصحفي والاعلامي الرياضي انه يكون فرحان على مستوى التغطيه، على مستوى انه يقدم كل ما عنده بالنسبه للجمهور الكريم. فاليوم كنقول انه هو تشجيع وانه نزيدوا نقدموا كل ما عندنا بالنسبه للجمهور الكريم. كنعرفوا الجمهور المغربي هو جمهور كيعشق كره القدم، كيعشق الرياضه الوطنيه، وحنا كل ما كانت الرياضه في الاوج العطاء ديالها الا كنكونوا فرحانين على انه تكون التغطيه دائما وتكون متابعه بالنسبه للرياضه المغربيه وبالنسبه للجمهور المغربي. سي رشيد، وليد الكراكي شخول لكم بالنسبه للصحافه عطى قيمه للمغرب. فكنعتقد بانه اليوم كل شيء فرحان بانه ما تابعناه الاطار الوطني وكذلك التعامل والتواصل اللي كان مع وليد الكراكي ومع الطاقم التقني. فاحنا كصحفيين وكاعلاميين فكان تواصل كبير. كنا كنعرفوا بانه كذلك هناك مسؤوليه اللي على العاتق ديالنا كاعلاميين بانه نقدموها بالنسبه للجمهور المغربي ونقدموها بكل موضوعيه وبكل يعني كل الحقائق. واعتقد بانه النجاح كيكون نجاح ديال الجميع، نجاح ديال المنتخب الوطني المغربي، ديال الاعلام اللي كان حاضر كذلك اعطى صوره جميله وصوره مثاليه، وحتى ديال الجمهور. يعني صراحه الجمهور المغربي كان جمهور اللي اعطى صوره كبيره ومثاليه بالنسبه للجمهور المغربي. حنا فرحانين بانه نتمنوا انه يبقى التقدم ديال الرياضه الوطنيه وديال كره القدم. نعم، من غتقول شكرا. فشكرا للجميع، شكرا للمسؤولين اللي وفروا كل الظروف، شكرا للطاقم التقني على راسهم وليد الكراكي، شكرا للاعبين اللي لعبوا بروح كبيره، شكرا للزملاء الاعلاميين اللي كانوا كذلك محترفين على مستوى التغطيه. بالنسبه لي شكرا كذلك للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اللي كانت حاضره على مستوى التغطيه وعلى المستوى نتمنوا ان نكونوا كنا نجحنا في التغطيه ديال كل الكواليس ديال المنتخب المغربي. وكما قلت بان لما كتكون يعني الاعلام يعني حاضر بهذا الثقل وبهذه الاحترافيه ولما كتكون النتائج فالكل كيكون فرحان. فصراحه كنا فرحانين بانه النتائج كانت يعني طيبه بالنسبه للمنتخب المغربي. بالنسبه للمنطقه ديال ما تخرج مجموعه من الصحفيين ينتموا للمنطقه ودائما يتواجدون في المحافل الدوليه. دليل كما قلتي كنا متواجدين في قطر وأدينا المهمه على احسن وجه. شي كلمه في حق الصحافه. فبصح كما قلتي فالمنطقه ديال سيدي عثمان، منطقه مولاي رشيد، فعطات على المستوى الرياضي